الاهلي يا ساده سكر زياده ومصدر السعاده لكل المصريين. هتكلم على مباراه الرجاء، هتكلم على الرد اتحاد الكوره لنادي الزمالك على الجواب اللي بعته اللي ملوش اي معنى قبل مباراه السوبر والانسحاب، ولو جدع يا زمالك انسحب. بالله عليك ما تبخل عليا باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخير ما نبدا بيه الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعمل لايك بقى دلوقتي. اهلاويه فرحانين، مصر بتفرح النهارده الاهلي بيدي كتف للرجاء بيطلعه بره. الرجاء فرقه محترمه، اوعى حد يقلل من الرجاء، لا اوعى حد يقلل من الرجاء وجمهور الرجاء. لا شفت جمهور الرجاء عامل ازاي؟ يا ريت جمهور الاهلي يبقى كده هنا في مصر. بس اللعبه كانت رجاله، كانت واقفه على رجليها، ما خافتش من الجمهور، ما خافتش من الرجاء. انا النادي الاهلي انا ما بخافش من حد. مارسيل كولر النهارده لعب مباراه تكتيكيه من العار الثقيل، تكتيكيه. مارسيل كولر خلاص فهم افريقيا عايزه ايه. انا رحت سان داونز، لعبت فتحت دخل فيها 5 تجوان. لا الراجل فهم. الرجاء اقوى خط هجوم مش عارف ب 20 جون في دوري المجموعات. يعني بص، يعني هو معلش جه قدام الاهلي ما حطش ولا جون في المباراتين، الاهلي كسب بمجموع المباراتين 2-0. لعبت النادي الاهلي النهارده كانت رجاله، مباراه تكتيكيه يعني ايه هقول لك. يعني انا كنت بتفرج على الماتش وشايف ان الاهلي في حاله فقد الكره بيقلب الطريقه اللي هي 4-3-3. الاهلي بدا بمحمد الشناوي ومحمد هاني وعبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول، وثلاثه قافلين ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي، وقدام حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا. 4-3-3 صريح. لما بتيجي تفقد الكوره الاهلي بيبقى تحت الكوره. ال 4-3-3 بتقلب 5-4-1. لو لاحظت هتلاقي ان كهربا او محمد شريف بيقابل من بعد نص الملعب. بتلاقي بعد كده الاربعه، عارف انت اليد هو بالظبط كده واقفين كده، اللي هو كده الدفاع بتاع النادي الاهلي. فالنادي الاهلي النهارده كانوا رجاله مباراه دفاعيه من الاعاره الثقيل. زي ما انت بص، مباراه دفاعيه. اصل انا هفتح وبلعب قدام 82 الف متفرج، انا هفتح ولو استقبلت جون انا عارف ان الدنيا هتخرب بعد كده. فلعيبه النادي الاهلي كانت رجاله. النهارده النادي الاهلي هيقابل، يعني خلاص عدى ان شاء الله في نص النهائي، في دور الاربعه هيقابل الترجي على قدنا. الترجي مش هو مش زي الرجاء. الترجي حتى شفناه مع الزمالك تعبان، مش هو الرجاء بتاع سنتين فاتوا اللي قل. لا في النادي الاهلي المجموعات غير ادوار الاقصائيه، خلاص معروفه. دور المجموعات غير ادوار الاقصائيه. النادي الاهلي ارجع للسنه اللي فاتت، ارجع للسنه اللي قبلها، هتلاقي النادي الاهلي عانى كتير في دور المجموعات، بس بيجي في الادوار الاقصائيه اللي هي من دور الثمانيه الاهلي بيقلب وحش. بتخش انت بقى على مرحله الوحش، مفيش حد بيقف قدامه. مفيش غير السنه اللي فاتت كان الوداد البيضاوي، الوداد المغربي، واحنا عارفين ايه اللي حصل، القصه اللي حصلت. والاتحاد هنا عمل ايه عشان يخبي الجواب، عشان النادي الاهلي ما يلعبش هنا ويضيعوا البطوله على النادي الاهلي. بس سبحان الله ربك ما بيرضاش بالظلم. رحنا كاس العالم للانديه برضو والدنيا كانت حلوه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي في الادوار اللي زي دي بيبقى حاجه تاني. بتخش انت بقى على الليفل الوحش، انت بتاخد مرحله تخش بقى على مرحله الوحش. فالنادي الاهلي على طول اي حد بيجي جنبه يا كتف يا شلوت. النهارده كتف زي الفل، راح مطلع الرجاء فرقه محترمه، اوعى حد يقلل من الرجاء. لا الرجاء فرقه محترمه. هتقول لي مين النجم النهارده؟ اقول لك محمد الشناوي، هتقول لي سيد حرام عليك. اقول لك محمد عبد المنعم، هتقول لي سيد حرام عليك. هتقول لي علي معلول، هتقول لي سيد حرام عليك. هتقول لي محمد هاني، هتقول لي سيد حرام عليك. هتقول لي مروان عطيه، يبقى حرام عليا. هتقول لي حمدي فتحي، يبقى حرام عليا. هتقول لي بص النادي الاهلي كلهم رجاله النهارده. حسين الشحات راجل. بص لعيبه النادي الاهلي جيم دفاعي قافل مفاتيح الرجاء. هات لي كوره كده معلش، يعني ايه كام كوره وصلت للشناوي؟ كوره هجمه منظمه راحت للشناوي اتشاطت عليه كورتين. ولو تلاحظ النهارده الجمهور ما كانش عامل تاثير قوي على النادي الاهلي، لا كان التاثير اكتر على نادي الرجاء. ليه؟ يعني انت لو تلاحظ معايا ضربه الجزاء هو داخل مستعجل. ضربه الجزاء اللي جت للرجاء معلش، وكان الاهلي، انا عايز اقول حاجه بس لمخرج المباراه، يعني اكيد لو هنا ممكن نعملها، بس احنا عندنا ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا هنعيدها تفصيليا. لو المخرج زملكاوي هيعيدها بالتفصيل. كهرباء اتشد في منطقه الجزاء، المفروض من الفير
ماشي. يعني معلش انك تعيدها من زاويه واثنين وثلاثه عشان نقدر نشوفها. انت عدت الكوره بتاع ضربه الجزاء من 50 زاويه، وضربه جزاء حسبتها ضربه جزاء، بس ربنا سبحانه وتعالى ما رضاش بالظلم، جت في العارضه، والحمد لله الحمد لله ان ما خبطتش في ظهر الشناوي. لو هتلاحظ الكره ردت على الارض في ظهر الشناوي. الاهلي مكتوب لا تقول لي حظ، الحظ ما بيديش، الحظ ما بيديش يعني واحد ما بيجتهدش، لا الحظ بيدي للمجتهد، عشان كده ربنا بيكافئه. النهارده النادي الاهلي كان لعيبه النادي الاهلي كلهم رجاله. انا عامل احصائيه كده ان شاء الله هتكلم عليها بكره، بعد بكره، على الماتش بقى، اقول لك مين كولر عمل ايه وايه اللي حصل هنا وايه اللي حصل هنا ومين نجم المباراه، والمفروض مش عارف، هكلمك على المباراه بالتفصيل بالتفصيل. بس انا بقول لك اهو النادي الاهلي، لا النادي الاهلي ناوي على البطوله. احنا عارفين ان الوداد هيقابل خلاص سان داونز، يدبوا ببعض بقى، يدبوا ببعض، اللي يخلص منهم ان شاء الله الاهلي يقابل الرجاء، يديله ماتش ذهاب هناك. ماتش الذهاب خد بالك هناك اهو، انا قلت لك اول واحد، واعمل لايك بالله عليك دلوقتي. ماتش الذهاب الاهلي والرجاء هيبقى في تونس الاول، بعد كده النادي الاهلي يلعب العوده هنا ان شاء الله باذن الله، يكون الاهلي حليف الفوز في المباراتين. انا بقول لك الرجاء مش قوي، الرجاء مش حلو قوي، الرجاء يعني اللي هو ماشي على سطر وبيسيب سطر. كسب 1-0 بقى يعني هناك، والنهارده كسب، انا شايف ساب الماتش شغال، بس هو كان كسبان 1-0. فالنادي الاهلي بيضرب موعد مع الرجاء ان شاء الله باذن الله في دور الاربعه. هكلمك الفيديو اللي جاي عن المباراه بتفصيلها، بص اي حاجه فيها تفصيلها هكلمك عليها، بس بالعكس ما تبخلش عليها باللايك، عشان اقول لك دلوقتي خطاب الزمالك وامام عاشور. الزمالك بعت لاتحاد الكوره، ما كل حاجه كده بتيجي فقره كوميديه او فقره، يعني انت فاهم ازاي، فقره الساحر، فقره البهلوان، فالواحد بيقعد يضحك عليها شويه. نادي الزمالك بعت لاتحاد الكوره، بيقول لي اتحاد الكوره انا قبل ما اروح السوبر بعد اذنك ممكن تقول لي موقف محمد عبد المنعم، موقف كهربا، موقف محمد الشناوي. طب من ايه حضرتك؟ من السوبر. طيب انا راجل على قد حالي، بفهم على قد حالي، المفروض الناس الزمالك فيه ناس استشاريين وناس قانونيين، فعارفين قانون اللعبه في ايه، قانون اللعبه في ايه. رد الاتحاد على الزمالك قال له يا زمالك محمد الشناوي خط طرد فين؟ خط طرد فين؟ ها؟ خط طرد في الدوري. طب الدوري دي بطوله لوحدها، تمام؟ والسوبر بطوله لوحدها، كل بطوله خاصيه بذاتها. يبقى الشناوي من حقه يلعب السوبر، واضحه؟ واضحه. تعالى على محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم واخد الطرد فين؟ واخد الطرد في الكاس. الكاس دي برضو بطوله خاصه بذاتها، بطوله خاصه بذاتها. يعني ايه؟ يعني بطوله. يبقى محمد عبد المنعم لما الثلاث ماتشات دول اللي واخدهم، اللي مش هيلعبهم في الكاس، لكن السوبر والدوري هيلعب فيهم، لان السوبر بطوله خاصه بذاتها، الكاس بطوله خاصه بذاتها، الدوري بطوله خاصه بذاتها. طب الكهرباء قال لك كهرباء بقى لما لجنه الانضباط تقعد ايه يعني، تقعد كده وتشوف الدنيا ايه، وكهرباء بعد كده ايه يعني. طب الكلام ده امتى؟ حين ميسره. طب حين ميسره امتى؟ يعني بعد السوبر. طب يعني كهربا هيلعب؟ لا كهربا كده المفروض انه يلعب الماتش بتاع السوبر. انا واحد اهو، انا بقول لك اهو، انا واحد مشجع على قد حالي، فبقول لك المفروض ان الزمالك يبقى عارف هو ايه بالظبط، وعارف الدنيا ماشيه ازاي. ادي كرد الاتحاد على نادي الزمالك. ونادي بيراميدز، نادي بيراميدز قال لك ايه يعني، لو الزمالك عايز ينسحب انا موجود، لو الزمالك عايز ينسحب انا موجود. انا بقول اهو على نادي الزمالك، لو فعلا قد اللي انت بتقوله انسحب، بس انت اصغر انك تنسحب. الزمالك مش هينسحب، لان انا قلت لك شريان حياه الزمالك دلوقتي الكاس والسوبر. الكاس والسوبر هي 90 دقيقه، هتاخد الكاس الاهلي ياخد الكاس، تمام كده. حضرتك لما تنسحب من السوبر هتقعد 3 سنين ما تلعبش الكاس، 3 سنين ما تلعبش السوبر. دي لوائح الدوري بتاخده في كل 10 سنين مره، فما ينفعش تقول هنسحب من السوبر، وما ينفعش تدفع فلوس وانت معلش مفيش فلوس. يعني اللي اعرف ان الزمالك مفيش فلوس، الزمالك بيشحت. هتقول اقول لك اعمل لايك دلوقتي، بيشحت. ادي الزمالك. وبيراميدز قال لك انا برحب، لان صفحات الزمالك قال بيراميدز تضامنا مع نادي الزمالك مش هنلعب السوبر. لا بيراميدز النهارده قال لك لا انا برحب ان انا العب السوبر مع النادي الاهلي. خلاص هو المهم النادي الاهلي،
تشيل النادي الاهلي البطوله باظت. المهم النادي الاهلي، شفت النادي الاهلي لما بيحمر في عينيه الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. تعالى نروح على امام عاشور. امام عاشور حضرتك يا سيدي اتقال انه مصاب، اتقال انه مصاب. طبعا انا بقول يا ريت امام عاشور يجي النادي الاهلي. ليه؟ امام عاشور صغير والسوليه خلاص يعني ايه بيكبر، فده معلش يبقى عندك امام عاشور مع مروان عطيه مع حمدي فتحي مع اليو ديانج، وخصوصا ان اليو ديانج عايز يمشي، لا الدنيا هتختلف خالص، الدنيا هتختلف خالص. تمام كده. امام عاشور النادي بتاعه اللي هو ميتلاند ده الدنماركي قال لك امام عاشور مصاب، امام عاشور مصاب وهيجي مصر هنا. على فكره هو ما كانش بيلعب، ها، هيجي مصر هنا عشان يكمل علاجه بين عيلته واصدقائه واحبابه والكلام ده. مش عارف ده كوبري ولا ايه، ما معروف اي حد بيجي له اصابه، اي حد بيجي له اصابه بيتعالج في النادي، لا الراجل ده هيتعالج في مصر. فهل دوك، وقول لي كده في الكومنت بالله عليك، هل دوك امام عاشور هيجي من النادي الاهلي؟ هو ده الكوبري بتاع النادي الاهلي اللي عمله جديد لامام عاشور؟ الاهلي عمل كوبري الكهرباء قبل كده وكباري كتيره جدا. هقول لك هات يا عم فلان، هتقول لي لا خلاص، هتيجي تاخد مني لاعب، هتعمل شاطر تاخد مني لاعب، هطلع اشتر منك واخد منك اي لاعب، اي لاعب نجم عندك. بس النادي الاهلي كان واضح، قال لك لو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فضل موجود في رئاسه نادي الزمالك انا هاخد امام عاشور. لو مرتضى منصور اتعزل وطبق عليه القانون احتراما لمشاعر جماهير نادي الزمالك انا مش هاخد امام عاشور. شفت الفرق بين الاداره والاداره؟ شفت الفرق؟ هي دي الاداره الصح، هي دي الاداره الصح. انت خدت مني، حرمتني من عبد الله السعيد، وحرمتني من احمد فتحي لما خدتهم وقلت صفقه القرن وكانت صفقه فيتشوب. حرمتك من كهربا، حرمتك منه، كان نجم المباراه، كان نجم عندك وهداف هداف الفرقه عندك، حرمتك منه واخد منك امام عاشور ومش عارف تاخد لا حق ولا باطل مع كهربا. عجبك الفيديو بالله عليك تدخل عليها باللايك، اعمل لايك دلوقتي. الفيديو الجاي اكلمك على كل حاجه بالتفاصيل في مباراه الاهلي والرجاء، اقول لك على ارقام مميزه كده للعيبه، اقول لك على كل حاجه بالله عليك ما تدخلش عليها باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.